ربي شافيني من ذل محالي، ربي شافيني من ذل طرالي، ربي شافيني من ذل محالي، ربي شافيني من ذل طرالي. يا الرب العالي الله يشفيني ونسير أعمالي، الله يشفيني يشفيني يسير أعمالي، الله يشفيني. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جمعية علاج الضحية النفسية في الصحراء الغربية. بيان عن الجمعية. صحراوي هذا ضحية في الحقيقة منسية تحظي الاحتلال بنظام فظيع روحه واخلاقه للصحراء، يا غير يا الخطوط ويا الجمعيات ويا المنظمات ويا في دور علاجه مراده علاجه معروف، قلة صحته بأمراض واحزان خلاها لعبه بقمع واحتلال، كانوا يتخلى عن نضاله، خلى عن نضاله باستمرار، ونضاله كونه ما هو راضي يتخلى عن نضاله، رايات وشعارات معبر فيهم من قلبه وروحه واخلاقه، والاستغلال هي مراد وحده، ونرجو يفوت من مجتمعنا داخل التراب المحتل اولا وخارجها ان يتفهموا وضعنا الحالي المدرك. وضعنا الحالي في الحقيقه جعلنا نكتب كلمه من بين الكلمات معبره عن اهداف الجمعية، قد تكون في آذان البعض كلمة لا معنى لها فما بالك بالقلب، وقد تكون عكس ذلك لمن يتفهم وضعنا حالات من حالات مرض وضعف حد ذاته لا يعلم بها إلا الله. ونقول في الحقيقة أن الضحية أصبحت في مزبلة الإهمال، لا أحد يسأل عنه ولا يهتم به بتاتا إلا في ظل إشهار بصورة أو تعليق. أينك يا تدعين بأنك تتكلمين ب 91 إلى حدنا، وإنك هي منظمات وجمعيات دفاعا عن حقوق الإنسان المهتم بقضيته بجهودك للدفاع عن هذا الإنسان الذي عانى وما زال يعاني من تهميش وتنكيل وتعذيب بربري. وعلى أثر ذلك أصبح الرجل الصحراوي والمرأة الصحراوية في أرضه غريب يعاني من أمراض منها ما هو نفسي ومنها ما هو جسدي، ورغم
كل هذا فالأمم المتحدة تقف موقف متفرج، لا تحرك ساكنا، ولا جمعيات ولا منظمات بادرت بمساندة ولو بالقليل. وإلى متى سنبقى على هذا الحال؟ إلى متى سنبقى على هذا الحال؟ لكن رغم هذا الحالة المزرية التي نعيشها فلن نتنازل عن نضالنا وكفاحنا من أجل هذا التراب، من أجل ترابنا التي هي أرض آبائنا وأجدادنا. نحن لا ننتظر من المغرب إلى الأسوأ دائما، ونحن على تم الاستعداد لنفدي بأرواحنا من أجل أرضنا. ونحن لا نطالب، ونحن نطلب إلى المنظمات الدولية والجمعيات التي تراعي مثل هذه الحالات أن تؤمن بقضية هذا الشعب، أن ترأف لحالنا وتساندنا وتقف معنا وقفة رجل واحد أمام هذا المستعمر الهمجي البربري. إنما كتبنا هذا الطلب لعلمنا بأن هناك من يحس بمعاناتنا وألمنا، لأنه ليس هناك حرب بدون ضحايا. ولا مزيد عن تقرير المصير. على المواطن الصحراوي المدعو للسعدوني من ساكنة العيون عاصمة المناطق المحتلة، أحد أعضاء جمعية الضحية المنسية في الصحراء الغربية. عندما أقول الضحية المنسية، منسية من طرف المنظمات الدولية والحقوقية العالمية المتخصصة في انتهاكات حقوق الإنسان، المنسية من طرف المينوسو التي هي هيئة المتحدة المتكلفة بالاستفتاء الصحراء الغربية لتقرير المصير، ولكن مع الأسف هي متواطئة مع الاحتلال المغربي الذي هو الجاني الوحيد والمجرم الوحيد الذي يقوم بأبشع الجرائم في الصحراء الغربية من اختطاف واغتيال وضرب مبرح والسب والشتم والتعذيب. نطالب المنظمات كلها أن تكسر هذا الحاجز، وأن تكسر التعتيم الإعلامي والتزوير الذي يجيده الاحتلال الاستيطاني المغربي. منسية كما قلنا، منسية لأن الضحايا مصابون في معارك نضالية ضد الاحتلال المغربي الغاشم، واجهوه بصدور عالية مطالب بتقرير المصير والاستقلال والحرية والكرامة، ومحيطا بجيش الشعب الصحراوي والجبهة الشعبية لتحرير إقليم الساقية الحمراء وللذهب الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، منادية بالاستقلال والكرامة، ويواجهها العدو مع الأسف بالقمع والخطف والاغتيال كما ذكرنا سالفا. لذا فهذا النداء هو نداء واستغاثة إنجاز التعبير، فتجعل الضحية الصحراوية غير منسية يتذكرها المجتمع الدولي بأبسط الدعم، وإن كان دعما معنوي، بأن يسمع لينها وآلامها ويوجه الأضواء نحوها. فهذه الإخوة هنا هم أعضاء هذه الضحية، وهدفها الرئيسي أن نسلط الأضواء كما قلنا لجميع الضحايا ذكورا وإناثا، رجالا ونسوة، جميع من يعاني. والشعب الصحراوي كله ضحية بكل فئاته العمرية وبكل شرائحه. والمعاناة لا تقتصر على المناطق المحتلة، فهي تشمل أيضا المناطق المحتلة ومخيمات العزة والكرامة. فهؤلاء النصف الآخر من الشعب يريد الحرية والاستقلال، يريد اللحمة. ونحن عندما نقول منسية فلا نبحث عن الشتات أو التفرقة، فهدف